وأنت بتقول للناس لأ خُد بالك من زوجتك، قُل لها كلام كويس، خُد بالك إن زوجتك ممكن تتعب بسبب إهمالك ليها، فواحد ينتبه لده ويهتم بيها، أنت بتسِد فتحة الشيطان كان يدخل طبعًا منها استحضار البَيِّن أهم حاجة. من أعلى الأجور، اللي هو أنا باصلّح بيوت. الشيطان أنا باقول للناس ليه الشيطان لمّا ييجي يجتمع بالشياطين بالليل ويقعد معاهم يقول له: "ها عملت إيه؟" "ما تركته حتى زنى." ماشي، اللي بعده، "ما تركته حتى سرق." اللي بعده، "ما تركته حتى طلّقها." فيقوم يحتضنه. إيه زنا وسرقة تقول لي قهوة ما الطلاق حلال، ده في سورة في القرآن باسم الطلاق أيوه بس توابع الطلاق اللي بيحصل والأثر النفسي على البيت والزوجة والأطفال ممكن يدمّر ناس. صحيح. فالشيطان هو عارف إن ده واللي هي دي مصيبة، فالمصيبة أنا في الفترة دي مش مضبوط، فأنا ممكن أبعد عن ربنا وعن طريق ربنا.